بص، هو فوز مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي على الرغم من الأداء الباهت المتوقع بعد الفترة الكبيرة اللي كانت لعيبة النادي الأهلي خدتها كأجازة والدوليين اشتركوا مع المنتخب وكل الكلام ده. بس هو في ملاحظة عجيبة جدا ومهمة جدا ويجب على كولر إنه ياخد باله منها ويدرسها ويحاول يحلها. النادي الأهلي دخل مرمى 17 جول في 16 مباراة أو 15 مباراة. ده معدل عمر ما كان النادي الاهلي بيستقبل بيه اهداف. ودي ملاحظه خطيره يجب على كولر انه يشوف حل ليها. الاداء باهت، الفريق راجع من فتره راحه، الدوليين كانوا في سفر ومباراتين فيهم تلاحم بشكل كبير، ولكن كل ده مش مبرر. ليه بقى مش مبرر؟ لان حتى قبل التوقف وقبل نهائي افريقيا وقبل كل الكلام ده النادي الاهلي كان بيجي فيه اهداف كتيره في الدوري العام. صحيح احنا انهينا بطوله افريقيا بهدف واحد بس في مرمانا، ولكن النادي الاهلي عنده مشكله في استقبال